برافو يا حسام. بشير عبد الصمد، بشير وتسقيطه عاليه وتعدي هوبا وهوبا هوبا وصفاره ورايه وصفاره ماشي، ويجي يلعبها عرضيه قراها في السكه مجدي طلبه، توصل لمحمد صلاح ابو جريش وهو بيجري له مجدي الصياد، يلم لجوه ويغير الملعب في اتجاه كرم جابر. ماشي كرم وجنبه حمزه، كرم يضغط عليها دي خشبه وياخدها، تروح لفوزي جمال، فوزي لبشير عبد الصمد، بشير على شماله وشاط شوطه ضعيفه وهي اوه يا راجل هوبا جول الفنان محمد صلاح ابو جريشه من كره مرتده يصطادها في السكه ويحط صاروخ ارض جوه الجول. ادي بشير عبد الصمد تروح على طول في اليمين، لا توصل لمحمد صلاح ابو جريشه يحط صاروخ حلوه حلوه حلوه، جول 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 جول. الله 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 الله، الجول الاول للنادي الاسماعيلي يحرزه الفنان محمد صلاح ابو جريشه بالقذيفه على يمين شوبير، لا يسأل عنها ابدا شوبير. فوزي جمال يعلي فوق بدماغه كرم جابر، تعلى مره ثانيه لفوزي جمال، لاحمد حسن لابو جريشه، ابو جريشه اهو ده لعيب في الشمال ايهاب جلال، ماشي ايهاب عايز يشوط من بعيد وشوطه عرضيه. الله الله الله، حمزه جمل حمزه جمل يا واد يا حمزه، اطلق برضه صاروخ. برافو يا حمزه برافو يا شوبير، راح لها على طول شوبير، والكور دي خداعه جدا عملت بند في الارض. برافو يا شوبير برافو يا شوبير. وسعفان يعلق واحده فوق عاليه في اتجاه بشير عبد الصمد، يلعبها ابراهيم بدماغه عاليه مردوده، مجدي طلبه، مجدي ماشي وطالع له وليد يحطها له فعلا، وبيجري له حسام، بيجري له حسام يعدي وليد، مقطوعه وشوطه ضعيفه. بمجرد اطلاق الحكم لصفاره الختام، كابتن احمد ماهر يا ترى ايه ملاحظاتك على الشوط الثاني، وخصوصا اللعبه اللي يمكن اللي اتسددت في اتجاه المرمى والحكم ما حسبهاش؟ لا هو بالنسبه للعبه ديت الحكم مصفر قبل ما تخش الجون، وهي في طريقها للقائم الحكم مصفر، يعني ما دخلتش جون وبعدين صفر، هو الحكم مصفر وهي قبل ما تخبط في القائم. تمام. كابتن احمد ايه رايك في المباراه بصفه عامه؟ يعني المباراه الشوط الاولاني ما كانتش فيها كوره كتير، كانت عباره عن كفاح ومحاولات من الفريقين، انما الشوط الثاني الاهلي تمكن انه يسيطر على الكوره شويه، ونزول وليد وبرضه ادى للاهلي فرصه ان هو يسيطر على منطقه نص الملعب، وتمكن الاهلي من احراز الجون بتاعه بعد 3 4 فرص اكيده. ماشي هادي وعلى الارض وليد صلاح الدين، وطالع له هشام حنفي، سقطها طويله لحسام، حسام 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 جوه جول جوه جول 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 جول. حكمنا الدولي محمد ضياء الدين قبل ما تخرج من الملعب اسمح لنا لحظات. الحمد لله على السلامه، انت وطاقم تحكيم من مباراه اليوم. الحمد لله رب العالمين عدت على خير والله الحمد لله. على خير الحمد لله. طب انا عايز انت الوحيد اللي هتقدر تشرح لنا اللعبه اللي حصل فيها الكلام الكتير في اللعبه اللي حصل فيها الكلام الكتير، لعبه من ناحيه الوينج ليفت فاول، ضربه حره مباشره، شاط كابتن حمزه الجمل على الجون في الاتجاه اللي واقف فيه الكابتن ايهاب جلال اوفسايد، انا اللي صفرت من غير رايه لان اللعبه دي تخصني انا، فبناء عليه صفرت عليها. تمام. كابتن محمد ضياء، نقول المباراه خدت نوع من العصبيه بعد الغاء الجون فقط لا غير. هي خدت طقم شويه عصبيه فقط لا غير. طيب في موقف تاني اسمح لي برضه ناخده منك، موقف الانذار ثم الكارت الاحمر وبعدين حته الشبه دي، وانا اخطات في حته ان انا اصلا كنت مدي حسام على الارض انذار، وبعدين انا كاتبه عندي في الورقه ابراهيم، فحته تقارب الشبه قوي ان انا ما كتبتش الرقم، انا كتبت الاسم. فلما جيت الكابتن وجيه قال لي ده كابتن حسام هو اللي عمل، كابتن ابراهيم هو اللي عمل انذار، فرحت افتكرت ابراهيم فاديته انذار فاحمر. تمام. فقال لي لا ده مش انا، ده واخد الانذار. فبين كابتن خالد مرجان
مراقب الخط الدولي قال لي ان الكوره ان اللي واخد انذار كابتن حسام وليس ابراهيم، فبالتالي دخلت الانذار وكل حق خد حقه. احنا بنشكرك على هذه الجرأة. نقول كابتن وجيه باعتبارك شاهد ملك للموقف. اللعبه دي حسام اصلا كان عنده انذار، وبعدين في لعبه احتك حسام مع سعفان، وصلت ان لعبه تستوجب انذار، فكابتن ضياء طلع كارت الاحمر لابراهيم، فهو حسام اصلا اللي عنده انذار، يعني اللعبه تستوجب انذار، فبيفتكر ان اللي عنده انذار الاول ابراهيم، فراح ما خالد مرجان نبهه ان اللي عنده انذار في الاول حسام وليس ابراهيم، فاتضح ان حسام ياخد انذار وابراهيم ياخد انذار وليس واحد منهم اللي يطرد. طب انا عايز برضه كابتن محمد ضياء قبل ما يعرف لنا طاقم تحكيم موجود معانا النهارده، اقول كابتن وجيه كان في كلام كتير بينك وبين كابتن شوبير النهارده، ايه الحكايه؟ كابتن شوبير لما جه يسالني بيقول لي ده حسام اللي عنده انذار، انا طبعا ما توقعتش ان كابتن ضياء ادى الانذار لابراهيم في الاول، فانا قلت له فعلا حسام اللي عنده انذار من الاول مش ابراهيم، ده واخده بفاول ناحيه لونج ليفت هناك. فقلت له يا شوبير لا ده حسام اللي عنده انذار في الاول وليس ابراهيم. هتسمحوا لنا لازال في مداعبه بيننا وبين الزملاء علاء وحيد في القناه الرابعه بالاسماعيليه. كابتن علاء تستنانا شويه لان احنا لسه في قدامنا سفر في قدامنا سفر. كابتن محمد ضياء اولا تقدم لنا طاقم تحكيم معاك النهارده. محمد ضياء الحكم، كابتن وجيه مراقب الخط الدولي، كابتن خالد مرجان مراقب الخط الدولي من اسكندريه، كابتن علي سليم الحكم الرابع من منطقه القناه. فوزي لبشير عبد الصمد، بشير على شماله وشاط شوطه ضعيفه وهي اوه يا راجل هوبا جول الفنان محمد صلاح ابو جريشه من كره مرتده يصطادها في السكه ويحط صاروخ ارض جوه الجول. ادي بشير عبد الصمد تروح على طول في اليمين توصل لمحمد صلاح ابو جريشه يحط صاروخ حلوه. وبعد مشاهدينا الاعزاء نصل لختام حلقه اليوم بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، وحاولنا من خلال حلقه الليله ان نوضح كافه نقاط الخلاف التي طرحت نفسها على المستطيل الاخضر، وتبقى كلمه عزيزي المشاهد نهمس بها لك انت. كل لاعبي الانديه اصدقاء لاعبي الاهلي والاسماعيلي معا في غرفه خلع الملابس يتعانقوا معا، يتوعدوا على لقاءات او تبادل الزيارات، ولكن لا داعي لكثره الشجار او الخلاف. عزيزي المشاهد هذه هي كرة القدم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم أجمل تحيات أسرة الكاميرا في ملعب، إسماعيل باري، المخرج أيمن عبد الغفار، وحازم الشناوي. شوفوا الوقفه الصح فين، شوفوا الوقفه الصح فين، وعلى طول بدماغه ينقرها يا ولد. الجول الاول وهيرفع وعرضيه وجوه جول يا ولد. صبري سليم انما الدهيه الشوره اللي عملها متقنه قوي، عشان كده كله بيهنئ الشوره. شوفوا الخبره
عملها حلوه قوي 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 باقتدار شديد جدا، ويطلع هوبا بدماغه ما يعملهاش حاجه سعفان. جول 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 جول. بيحكم ماتش النهارده محمد كوراجي. ادي اول هجمه وجول. جول 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 بعد حوالي 3 دقايق تقريبا. احمد عبد المنعم اول هدف في المباراه. 1-0 لصالح النادي الاهلي. لسه بدري وادي لعبه على طول ومحمود السقا وبتعدي فريد شوشان وبيلفها وخطر وبتعدي جول جول جول. بقول لحضراتكم لسه بدري. نزل علي عواد رقم 9 وخرج ايهاب الباك اليمين نمره 2. والكره على طول بتوصل لخالد اسماعيل وانا ساعتي حوالي 16 دقيقة تقريبا، والنتيجة التعادل 0-0 بين غزل المحلة اهو اللي لابس الاخضر والفيصل. هنشوف ايوه مين هيلعبها ولا خالد هيركنها على طول مباشرة. يلا يا خالد وركنها جول. يا خبر ابيض وجول. جول جول جميل قوي قوي قوي. فاول لصالح غزل المحلة. يلعبها مصطفى الزفتاوي وعالية من الزفتاوي وطالع علي محمود وداخل واتشاطت انما في ايد شوبير وبتقع. يا خبر ابيض. بترد وبيجيبها فهد الحمدان. جول جول 1-0 اوت للنادي الاهلي. تتلعب على طول لاحمد كشري بيرجع على طول الرياض لخالد كلايديو ونقله تاني لفهد وطالع احمد شوبير وبيقعوا بيلعبها. يا خبر ابيض. جول جول الجول الثاني خالد السويلة. مخطوفه للنادي الاهلي وماشي محمد يوسف ومحمد على طول لوليد صلاح ووليد صلاح بيلعبها على جنب لاحمد سامي ويخلصها احمد سامي لنفسه وماشي احمد سامي ويلعبها وعالية عند كشري ترجع لابراهيم حسن وبيفكر يشوط وشاطه جامده حلوه. يا جول جول. يا خبر ابيض. كرة حلوه قوي 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 قوي. برافو يا ابراهيم حسن. الجول الاول للنادي الاهلي بعد حوالي دقيقه و50 ثانيه تقريبا. تبقى النتيجه 2-1 لسه في نهايه الشوط الاولاني. لو تذكروا حضراتكم بقول ان مش مشكله يجي فيا جول او 2 او 3 حتى، المهم طالما في عزيمه وفي اصرار وفي روح اقدر اتعادل واعوض وافوز. ابراهيم حسن اهي اللعبه اهي بتتعاد قدام حضراتكم. احمد سامي يلعب كوره بعرض الملعب وبترد من دفاع الرياض ويقابلها ابراهيم حسن. حلوه قنبله كرباج تخبط برضه في الباك وتغير اتجاهها وعلى طول. وادي هشام حنفي بيلعب كوره وحلوه. عمرو الحديدي يا ولد يا ولد يا ولد يا عمرو. لسه بقول لحضراتكم عامل ماتش كبير قوي 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 قوي. برافو يا عمرو يا حديدي. برافو يا عمرو يا حديدي. هدف التعادل 42 دقيقة. حازم امام لعبة الكاس وجوه الجول. يا ولد يا ولد يا ولد. حازم لعبها له حلو قوي وشفنا واحد حازم امام واستنى جوه الجول. وادي خشبه وياسر رضوان يا ولد يا ياسر يا ولد يا لعيب وماشي ياسر وهوبا والتاني اهو احمد الكاس نفس الجول ياسر رضوان واحمد الكاس. يا ولد حازم امام وشوطه حلوه يا راجل. هوبا جول علي ماهر. علي ماهر. يا كوره حلوه قوي يا ولد يا علي ماهر في الدقيقه الرابعه. تاني سمير كمونه. جول دينيس لوتا وجوه جول دينيس لوتا. الجول الثالث في الدقيقه 1.
للنادي الاهلي وهشام حنفي. يلعبها هشام وحسام يطلعها اشرف من على خط المرمى. اشرف قاسم انقذ هدف اكيد من ضربه راس جميله لحسام حسن، اترفعت من ضربه ركنيه من هشام حنفي. حازم امام يغمزها على طول لمحمد صبري، وماشي محمد وماشي محمد وماشي محمد وماشي محمد ويشوط. عبد الصمد بشير وتسقيطها عاليه وتعدي هوبا وهوبا هوبا وصفاره ورايه وصفاره ماشي، ويجي يلعبها عرضيه قراها في السكه مجدي طلبه، توصل لمحمد صلاح ابو جريش وهو بيجري له مجدي الصياد، يلم لجوه ويغير الملعب في اتجاه كرم جابر. ماشي كرم تروح لفوزي جمال، فوزي لبشير عبد الصمد، بشير على شماله وشاط شوطه يا راجل. جول الفنان محمد صلاح ابو جريشه من كره مرتده يصطادها في السكه ويحط صاروخ ارض جوه الجول. ادي بشير عبد الصمد تروح على طول في اليمين توصل لمحمد صلاح ابو جريشه يحط صاروخ حلوه حلوه حلوه. جول 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 جول. الله 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 الله. الجول الاول للنادي الاسماعيلي يحرزه الفنان محمد صلاح ابو جريشه بالقذيفه على يمين شوبير، لا يسأل عنها ابدا شوبير. فوزي جمال يعلي فوق بدماغه كرم جابر، تعلى مره ثانيه لفوزي جمال لاحمد حسن لابو جريشه. ابو جريشه اهو ده لعيب في الشمال ايهاب جلال، ماشي ايهاب عايز يشوط من بعيد ويشوط عرضيه. الله الله الله. حمزه جمل حمزه جمل يا واد يا حمزه، اطلق برضه صاروخ. برافو يا حمزه برافو يا شوبير. راح لها على طول شوبير والكور دي خداعه جدا عملت بند في الارض. برافو يا شوبير برافو يا شوبير. وسعفان يعلق واحده فوق عاليه في اتجاه بشير عبد الصمد، يلعبها ابراهيم بدماغه عاليه مردوده. مجدي طلبه، مجدي ماشي وطالع له وليد يحطها له فعلا وبيجري له حسام، بيجري له حسام يعدي وليد مقطوعه وشوطه ضعيفه. سيد عبد الحفيظ على طول لعادل مصطفى، لمسه يد ضربه حره مباشره بسرعه لحسام غالي. حسام غالي ارضيه وياخدها مره ثانيه حسام في اتجاه احمد بلال، بيلم احمد بيلم احمد هوبا وجوه جول. الله الله عليك يا بلال، الله الله. بوس الخاتم براحتك يا ابني. حلوه 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 حلوه. بلال يفك الاشتباك مره ثانيه بلال، وفي توقيت رائع جدا 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 في الدقيقه 39 من زمن الشوط الاول. 4 اصفر جوه وبركات وعرضيه عاليه وحلوه هوبا والهدف الثاني والهدف الثاني. ايه الجمال ده. حلوه 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 لبكره الصبح. لمسه جميله 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 جميله، يحطها زي الصاروخ يحطها زي الصاروخ يا ولد يا عمرو يا فهيم. عماره وعرضيه حلوه قوي وغوى الهدف الاول. والهدف الاول ابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد يا سعيد يا سعيد. يوم سعيد يا ابراهيم يا سعيد. يوم سعيد يا ابراهيم يا سعيد. وجول سعيد. اتعملت بقول لكم الكورنر بتاع عماره نموذجي وغلطه من دفاع روما جاي يطلعها تروح لابراهيم سعيد تيجي في دماغه. والهدف الاول في الدقيقه 20 تحمر سماء استاد القاهره. حلوه 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 حلوه. عرضيه من الركنيه اتلعبت بالراس غلط من زبينه، يستقبل على طول براسه ابراهيم سعيد، ما يترددش براسه في مرمى انتونيولي عشان اس روما 1-0 الدقيقه. وادي ابراهيم سعيد بدماغه، رضا شحاته المتالق، رضا شحاته وعملها حلوه لابراهيم سعيد، والكره العرضيه بتعدي يلا حط هوبا. سيد عبد الحفيظ يكمل الرباعيه ويكون ليه نصيب في الكعكه. لكن شفت حضراتكم رضا شحاته عملها كويس قوي هو وابراهيم سعيد. وفي الدقيقه 24 بيخش سيد عبد الحفيظ بيدي تعليمات مانويل جوزيه. جول جميل جميل مش ممكن. عصام الحضر دخل التاريخ يا عصام يا حضر مش ممكن. بيفكرنا بتشيلافير
شاف الراجل. لسه انا بقول لحضراتكم ان بيريان بالوي كابتن التيم بيخالف كل التوقعات والمواصفات لحارس المرمى، وسابوها لعصام، وعصام لعبها لان الراجل كان متقدم، تخبط في العارضه وتخبط في جسم بيريان بالوي ويدخل موسوعه جينيس عصام الحضري. وبإحدى نوادر الكرة المصرية يزيد من تألق وتوهج النادي الأهلي. الأهلاوية تتجه نحو أقدام ورأس خالد بيبو، وخالد بيبو لعب حلو قوي، وحسام غالي يا سلام يا سلام يا حسام يا غالي، يا سلام على تصحيح الأوضاع، عملها نموذجية. لكن زي ما بقول لحضراتكم الأنظار تتجه الى اقدام خالد بيبو. جريله قطع له جميل جدا جدا في المركز الجديد حسام غالي، وهو شافه باشاره لاسلكيه ودايره فكريه مغلقه احبائي الكرام، ربطت بين خالد بيبو وبين حسام غالي في الدقيقه 30 بالهمسات بالنظرات بالتحركات والله بالاهات. ابعت لي يا خالد شوف شغلك يا حسام، وحسام شغله ايه. يتالق حسام غالي في هذه اللقطه احبائي الكرام ويصحح اوضاع النادي الاهلي براس حسام غالي. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer.